السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنبدأ اول درس في المنهج بتاعنا. طبعا المنهج بتاع علوم رابعة ابتدائي بقى منهج ياباني زي ما الوزير ما قال، فاحنا هنشرح الدروس بالتفصيل وهنركز على النقاط المهمة مع بعض. اول درس عندنا هو درس البحث عن الكائنات الحية. يعني ايه البحث عن الكائنات الحية؟ يعني انا عندي كائنات حية والمفروض ان انا ابحث عنها واعرف ايه هي الخصائص بتاعتها، اعرف الفرق ما بين الكائنات الحية والكائنات او الاشياء الغير حية، اعرف الموطن الطبيعي بتاع الكائنات الحية، وكمان اعرف هل الكائنات الحية دي بتتكيف ولا لا. فاحنا اول حاجة هناخدها كده انه الكائنات الحية بتبقى موجودة حوالينا في كل مكان، احنا نستطيع ملاحظتها. يعني ايه ملاحظتها؟ يعني رؤيتها ودراستها. ايه هي بقى الخصائص او الصفات اللي اقدر اعرف من خلالها انه اللي قدامي دوت كائن حي؟ اولا لازم تتوفر 3 شروط عندي. اول حاجة علشان اللي قدامي دوت يثبت عليه انه ده كائن حي لازم يكون بيتنفس، يعني بياخد غاز الاكسجين وبيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون زي الانسان وغيره. طيب كمان عندي لازم يحصل على التغذية اللي هو الماء والغذاء، وكمان لازم ينمو يعني يكبر في الحجم. يبقى ما المقصود بالكائنات الحية؟ هي كل ما يتنفس ويتغذى وينمو. اي كائن قدامي بيحصل فيه ال3 حاجات دولت وبتنطبق عليه ال3 شروط دولت يبقى دوت كائن حي. ايه هي بقى الامثله على الكائنات الحيه؟ قال لي اهم مثال على الكائنات الحيه هي الانسان. يعني انت تعتبر كائن حي لانه بينطبق عليك ال3 شروط بتوعنا اللي هما التنفس والتغذيه وكمان النمو. طيب ايه كمان من الامثله على الكائنات الحيه؟ النباتات. اي نبات على وجه الارض يعتبر كائن حي، زي الاعشاب، زي الصبار، زي الازهار، زي الاشجار وغيره. كل النباتات برضو بتتنفس وبتكبر في الحجم وكمان بتتغذى. طيب ناخد مثلا مثال على النمو زي الاشجار. يعني مثلا لو عندي شجرة صغيرة بعد كام شهر هتلاقيها كبرت، يبقى كده حصل لها نمو. ده غير كمان ان هما بيتغذوا من خلال عملية هناخدوها بعد كده ان شاء الله اسمها عملية البناء الضوئي. تالت مثال عندنا هو الحيوانات. اي حيوان على وجه الارض برضو بينطبق عليه 3 الشروط بتوعنا اللي هما التنفس والتغذية والنمو. طيب الكائنات بقى الغير حية يبقى عكس على طول الكائنات الحية، يبقى هي أشياء لا تنمو ولا تتنفس ولا تتغذى. زي أي جماد عندي، يعني مثلا الصخور أو الأحجار ديت برضو لا تنمو. يعني مثلا لو عندي صخر مثلا صغير مش هلاقيه مثلا بعد كام شهر كبر، ولا هيتغذى ولا هيتنفس. الماء جماد برضو نفس النظام، والهواء. واي جماد عندنا زي السيارة زي الهاتف كل الحاجات ديت لا تنمو ولا تتنفس ولا تتغذى، اذا هي اشياء غير حية يبقى لا تعد كائنات حية. ناخد بقى موطن الكائنات الحية. يعني ايه موطن؟ يعني المكان اللي بتعيش فيه الكائنات الحية. يبقى الموطن هو المكان اللي بيتوفر فيه الغذاء والماء والهواء للكائن الحي. يبقى تعيش العديد من الكائنات الحية في أماكن مختلفة أو مواطن مختلفة. طب تعالوا ناخد كده المكان الأولاني. قال إنه في حيوانات بتعيش بالقرب من الحشائش والأشجار. طب ليه بقى الحيوانات دي بتعيش بالقرب من الحشائش والأشجار؟ زي مثلا الغزال والأرنب. الحاجات ديت أو الحيوانات ديت بتعيش هنا في الأماكن ديت عشان بيتوفر فيها الغذاء. يعني الأرانب ممكن تتغذى على الحشائش ونفس النظام الغزال، وكمان بيسهل الاختباء فيها. يعني الغزال مثلا لو عاوز يهرب من الحيوانات المفترسة زي الأسود أو النمور يقدر ان هو يختبئ ما بين الأشجار، وبالتالي الحيوانات المفترسة مش هتشوفه. تاني مكان عندي هو أسفل الأحجار أو في ظلال الصخور. طيب أسفل الأحجار أو في ظلال الصخور ديت يعني إيه ظلال الصخور؟ يعني في الأماكن اللي فيها ظل ما فيهاش شمس. يبقى ليه بقى الأماكن ديت؟ علشان الأماكن ديت بتكون رطبة. يعني إيه رطبة؟ يعني فيها ماء. أول ما يقول لي رطبة يبقى على طول فيها ماء. طب لما يقول لي جافة عكس رطبة يبقى ما فيهاش ماء. وكمان لأنه الأماكن اللي هي أسفل الأحجار وفي ظلال الصخور ديت بتكون باردة، يعني بعيدة عن أشعة الشمس زي ما احنا ما قلنا. طيب ايه هي الحيوانات اللي ممكن تعيش في الأماكن ديت؟ قال لي زي السحالي وزي الضفادع. الضفادع بتعيش على الصخور وبتكون في أماكن رطبة يعني أماكن فيها ماء، والسحالي بتعيش في أماكن فيها ظل علشان تكون بعيدة عن أشعة الشمس، تكون باردة. نيجي بقى لحاجة تانية اللي هي التكيف. يعني ايه التكيف؟ التكيف عندي مثال سهل جدا عليه الإنسان.
الإنسان مثلا في الشتاء بيلبس ملابس ثقيلة. ليه؟ علشان يتكيف مع درجة الحرارة المنخفضة اللي هي البرودة. هل ينفع يلبس ملابس خفيفة في الشتاء؟ أكيد لأ، ممكن طبعا يموت من البرد. طيب ولو لبس في الصيف ملابس ثقيلة برضو هيموت من الحر، لأنه لازم يتكيف مع درجة الحرارة، وبالتالي في الصيف بيلبس ملابس خفيفة وفي الشتاء بيلبس ملابس ثقيلة. ليه؟ علشان يتكيف مع درجة الحرارة. نفس النظام الحيوانات برضو بيبقى فيه في أجسامها حاجات معينة أو تكوينات معينة في جسمها بتساعدها ان هي تتكيف مع البيئة أو درجة الحرارة اللي هي عايشة فيها. وبالتالي التكيف معناه هو السلوك اللي بيعمله الحيوان علشان يقدر يعيش في البيئة ويتكيف معاها. يبقى تستطيع الكائنات الحية العيش في الأماكن الحارة والجافة. يعني ايه جافة؟ يعني مفيش ماء، مثل الصحراء. عندي مكانين، العيش في ظلال الصخور والعيش تحت سطح الأرض. مثال الأولاني اللي هو العيش في ظلال الصخور ده عندي زي الجمل طبعا احنا عارفين ان هو من أشهر الحيوانات الصحراوية. طب بيعيش ازاي في الصحراء وبيتكيف مع درجة الحرارة المرتفعة ديت؟ قال انه في تكوينات في جسمه بتخليه ان هو يقدر يعيش في درجة الحرارة ديت. مش كده وبس، ده كمان بيروح يقعد في اماكن فيها ظل علشان يختبئ من درجة حرارة الشمس المرتفعة. في مثال تاني، الكائن اللي قدامنا دوت اسمه ثعلب الفنك. ثعلب الفنك ده بيتميز بانه ليه اذنان كبيرتان كده. الاذنين الكبيرتين دولت بيساعدوه ان هو يخرج درجة الحرارة المرتفعة من خلال الاذنين بتاعته، وبالتالي هو بيعيش كمان في مكان زي جحر كده او اماكن تحت سطح الارض عاملة زي الكهوف علشان يختبئ برضو من درجة حرارة الشمس المرتفعة. يبقى اذا كانت الجمال او ثعلب الفنك فالاتنين دولت من الحيوانات الصحراوية اللي بيعيشوا في درجة حرارة مرتفعة، وبالتالي لازم يقدروا ان هم يتكيفوا مع درجة الحرارة ديت عشان يعيشوا. نيجي بقى كده، احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا، ناخد ملخص للدرس سريع. اول حاجة الكائنات الحية احنا قلنا ينطبق عليها 3 شروط: النمو والتغذية والتنفس. والكائنات الحية بتحتاج الى ماء وهواء وغذاء علشان تقدر ان هي تعيش. بتعيش في اماكن تناسبها توفر ليها الغذاء والحماية. اي كائن حي بيشوف المكان اللي يناسبه اللي بيبقى فيه الغذاء بتاعه متوفر، وكمان يقدر ان هو يحمي نفسه من الكائنات المفترسة. الاشياء الغير حية لا تنمو ولا تتغذى ولا تتنفس عكس الكائنات الحية. للكائنات الحية مواطن عديدة، يعني اماكن عديدة ومختلفة ممكن ان هي تعيش فيها. تتكيف الكائنات الحية مع البيئة التي تعيش فيها حتى تستمر في الحياة. يبقى هنا بتعمل ايه؟ تكيف زي ما احنا لسه قايلين. تعالوا بقى دلوقتي نحل تدريبات على الدرس. أكمل العبارات التالية. أول سؤال، الكائنات الحية تنمو ونقط. يبقى تنمو وتتنفس صح وتتغذى اللي هما ال3 شروط بتوعنا. من أمثلة النباتات عندي كانت ايه في أول الدرس أخدناها؟ كان عندي أمثلة كتير، اكتب أي حاجة منهم، ممكن تكتب الأشجار وتكتب مثلا الأزهار. طب من الأشياء الغير حية أي حاجة بقى جماد عندك مش بتتنفس ولا بتتغذى ولا بتنمو، زي مين؟ زي مثلا الصخور وزي مثلا الماء. طيب موطن الضفدع يكون فين؟ قال لي موطن الضفدع احنا اخدناه في الموطن بتاعه اللي هي الاماكن، كانت في الاماكن الرطبة اللي فيها ماء، وكمان في الاماكن الباردة البعيدة عن الشمس. تتكيف الحيوانات في الصحراء عن طريق حاجتين. قال لي بتتكيف بانها تعيش في ظلال الصخور، يعني في مناطق فيها ظل زي الجمال، وكمان بتعيش في جحور او في اماكن تحت الصخور زي مين؟ زي ثعلب الفنك. الكائنات الحية بتحتاج الى نقط ونقط لتعيش وتنمو. اكيد هتحتاج لايه؟ يعني انت كإنسان مثلا عشان تعيش وتنمو هتحتاج لايه؟ لغذاء وماء. يبقى لازم تحصل على الغذاء بتاعك والحماية والماء. سؤال تاني بيقول لي قارن ثم علم اذا كان المثال اللي قدامك ده كائن حي او كائن غير حي، او كائن حي او ليس كائن حي. اول مثال عندي هو مين؟ الارنب. طب احنا عشان برضو نعرف اذا كان كائن حي او كائن غير حي لازم نعرف هل بينطبق عليه ال3 شروط بتوعنا ولا لا. هتقولي الارنب من الحيوانات يبقى بينطبق عليه، اذا هو كائن حي. طب الحجر او الصخور دوت جماد، يبقى ليس كائن حي لانه لا ينطبق عليه الشروط ال3 اللي هو التنفس والتغذية والنمو. الولد ده مش انسان، ايوه، يبقى اذا هو من اهم امثلة على الكائنات الحية لانه بينطبق عليه الشروط.
السيارة دي جماد يبقى هي ليست كائن حي. طب والطائر من الحيوانات، إذا هو كائن حي لأنه بينطبق عليه 3 شروط. الماء كائن غير حي يبقى ليس كائنا حيا. طب والزهرة دي نبات يبقى إذا هي كائن حي لأنها بتتنفس وتتغذى وتنمو، يعني بتكبر في الحجم مع الوقت. وبكده يا حلوين نكون خلصنا الدرس بتاعنا وحلينا أمثلة عليه. أشوفكم إن شاء الله المرة القادمة في درس جديد.